على أغلو ربة منزل. زرعت هالبستان لأنه المواد يعني الخضرة صايرة غالية، لا في مي لا في كهرباء، هي عم تأثر سلبا علينا. نحن عنا غطاس مي يعني بير، زرعنا مشان شوي ناكل منها، مشان نعيش من هالشوية بخشة، يعني مو هي مو كلها هالقد، بس كمان يعني شوي بتساعدنا يعني بعد قطع المي وشو هالأزمة اللي صارت بشرق شمال سوريا، مو بس يعني عنا، يعني كثير أثرت على الناس، أثرت على الشعب، يعني ماديا واقتصاديا ومعنويا ونفسيا. يعني أنا زرعت هالخضرة هيدي مشان أولادي، مشان أحفادي، يعني مشان شوي تساعدنا كمصروف، تساعدنا يعني مشان المعيشة يعني يوم بيوم. بس مثل ما شايف ميتنا مو هي مي حلوة، ميتنا مي مالحة، مي مرة، لا ما تصير لا للشرب حتى للزراعة ما تصير. يعني مو كلها صار، حتى الخيار والعجور اللي نحن زرعناه ماتوا من العطش، مو من العطش عفوا، من المي، يعني المي مو صالحة ما تصير للزراعة. حتى الباذنجان الأسود مر، يعني هو مو نوعه مر، لأنه نحن سألنا الصيدلي الزراعي قال لأنه عم تسقوها بمي مالحة. يعني هذا الشيء كتير أثر علينا، يعني نحن كتير عم نعاني فعلا من 10 سنين، وهلا مو بس من المي، من كل شيء عم نعاني. هي المي اللي بنشرب منها من محطة علوك، والمي اللي بنسقي منها من الخابور، واثنيناتهم أردوغان قطع علينا اياه. يعني هذا اسمه يعني أنا بقول لك، بعرف لك هالشخص هذا بلا إنسانية. لو كان إنسان، الشعب هذا اللي عم بيموت كل يوم من العطش، عم بيموت يعني المي هي الحياة. يعني الله وصى بالمي، يعني نحن بعصر المي، يعني للأمم المتحدة، للمنظمات الحقوقية، للمنظمات اللي بتعني بالشعب. طيب وين هن؟ يعني أردوغان لو ما إجاه الضوء الأخضر من الدول الأوروبية أو من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي، على أساس إنه هن يعني صاحبين رأي، وعلى أساس هن متطورين، وعلى أساس هن عاملين حالهم إن يعني دول متقدمة، وينهم؟ وين الأمم المتحدة؟ وين الشعوب اللي وين الدول اللي بتنادي بالإنسانية؟ ماذا الإنسانية؟ يعني فعلا الإنسانية هون بتبين. يعني الشعوب عم تموت، هون عم نموت من المي. يعني صارت أزمة مياه خانقة، يعني الشعب ما بقى عم يقدر. حتى بوتين رئيس روسيا صوت ضد ان المعابر تفتح. ليش؟ مشان المساعدات الإنسانية. العالم ميت من الجوع. الجفاف اللي صار هالسنة أثر سلبا على الناس اقتصاديا وسياسيا وماديا ومعنويا. الإنسان صارت نفسيته صفر. المعابر ليش يقطعوها؟ ليش يقطعوا المساعدات عن الناس؟ الناس جوعانة. يعني نحن ما يكفي الجو وما يكفي يعني هالسنة في جفاف، لسه كمان عم بالمعابر عم يقطعوها. قبل من 2008 و9 كان الخابور يفيد حتى يوصل على بيتنا. كثير بيتنا راح اغراضنا، كنا نطلع على السطح بهذيك الوقت. يعني نحن سوريا بيقولوا لها الذهب الاصفر. الحنطه تتصدر لكل المناطق، حتى تصدر لخارج سوريا. يعني كان في خابور، كان في فرات، يعني كان الخابور العالم كثير كان فطست فيه من كثر ما المي كانت مرتفعه، يعني منسوب المياه كان مرتفع. يعني نحن متمسكين بهالارض، يعني نحن جذورنا بهالارض، نحن بدنا نقاوم لاخر لحظه وما نترك ارضنا، لان الانسان اللي بيترك ارضه ما له شرف صراحه. الانسان اللي بيترك ارضه ما عنده، يعني الارض هي الارض هي نحن وياها عم نفهم بعضنا. يعني ما حدا رح يفهم ارضنا غير نحن صاحبين الارض. وطول ما نحن موجودين ما بنترك ارضنا، وطول ما في مي مرة، حتى إذا مي مرة بنزرعه، الشيء اللي يصير بناكل منه، والشيء اللي ما يصير منه نحن هيك الله رايد. مو الله رايد، أردوغان هو اللي رايد. الأرض هيدي اللي نحن هلا عم نزرعها، يعني نحن بدنا نزرعها مشان ناكل منها، شوي بتخفف عننا. وأنا كمان من هون بناشد كل مرة، كل إنسان عنده مي بير قدام بيته يزرع شوي مشان يخفف عنا المعاناة. الأطفال شو ذنبهم؟ أطفال عطشانين، الأرض عطشان، حتى الصخر عطشان، الأرض عطشانة، شو بدي لك، الجو
عطشان ليش؟ لأني قطعوا عننا الفرات، قطعوا عنا الخابور، قطعوا عنا الإمدادات المعونات اللي كانت تجينا شوي هم تساعد هالشعب، تساعدنا يعني شوي معنوياتنا شوي ترتفع. قطعوها مين؟ الدول الرأسمالية. الدول الرأسمالية ما بدهم نحن نكون ايد واحدة، ما بدنا يكون يعني متشابكين مع بعضنا عرب كرد بدهم فتنة بيناتنا، يقولوا قطعوا عننا المي مشان يعني مثل نترجاهم. ما رح نترجى حدا طول ما في نفس فينا، ما نترجى حدا. نحن ما نترجى حدا لأن بحياتنا ما ترجينا إنسان، ونحن بقوتنا وبإصرارنا وبعزمنا بدنا نتابع طول ما فينا روح. نحن أولادنا وأحفادنا، أنا على طول بقول الأرض هي القوة اللي بتعطي بنستمد منها القوة. أرضنا هي نحن بنستمد منها القوة. شلون بدنا نترك أرضنا؟ يوم الضرب ما تركنا أرضنا، هلا بدنا نترك أرضنا لأني ما في مي؟ لا، مستحيل. هالشيء هذا نحن صحيح عطشانين، بس بنتمنى من الدول ان تضغط على اردوغان يساعد هالشعب هذا، لان هي سياسه فعلا سياسه مو كويسه للشعب.